شويه. هو كويس وفايق معاك انه ما بيلعبش مش قبل البطوله، انما الفورمه بتاع المباراه نفسها ماشي كويس ولا لا؟ حالته البدنيه انا كانت وجهه نظري، هو ادرى مني برضه، كان يستنى عليه شويه. اجي لحظه، بلايلي ولا بنجاح؟ الاثنين. بنجاح يستنى عليه شويه وبلايلي يستنى عليهم شويه لانهم كويسين والخطوره بتاعتهم متفاهمين مع بعض. سليماني نزل، حسينا بخطوره؟ لا ما حسيناش، لانه عاوز كروسات شمال ويمين ما اتعملتلوش، فما بقاش في عرضيات، فدول استنى عليهم شويه. اجي لرياض محرز، احيانا انا قلت لك الفكر بتاع المدرب نجمه الاول يقول لك يعمل لي الفرق في اي لحظه. هو وحش وبيلعب على الواقف، بس هو فكره انه في اي لحظه يجيب لك حاجه، يجيب جول، يعمل حاجه، بس مش في كل الاوقات. مش في كل الاوقات. النهارده المباراه تقول لي ان انا لازم اغير محرز، النهارده تقول لي المباراه لازم اغير، لكل قاعده استثناء. القاعده النجم استنى عليه، الاستثناء بتاع النهارده هو بيلعب على الواقف، ما عملش سبرنت، فتعالى تشد قرصة ود، انزل يا الناس، العب على مركزك الاساسي ناحيه اليمين وخش في العمق عشان تعمل خطوره. وانت نفسك تراك قبل المباراه اكدت على ان المجموعه ومصلحتها مصلحه الفرد. ايوه عارف، ما انا بقول لك ده السنس اللي بيبقى عند المدرب واللعيب. النجم الاول او السوبر ستار بتاعه بالعلاقه ما بيه علاقه حساسه شويه، فيجي يقول له القاعده ان انت لا تمثل، بس لكل قاعده استثناء. الاستثناء بتاع النهارده كان لازم يتنفذ، الا وهو تعالى جنبي. ليه؟ انا قلت لك هو واقف بيلعب على الواقف، ما عملش سبرنت، ما بيحاولش، فتعالى جنبي انت شويه. تعالى انت والناس اللي نزلتك ناحيه الشمال، اللي اصلا مركزك اللي انت تجيد فيه اللي ناحيه اليمين عشان السوبر ستار بتاعك، تعالى العب مكانك تعمل خطوره. ده الحل. اجي تانية بقى، حاجه تانية مهمه قوي قوي، ما ينفعش في كره القدم فرقه كبيره تبقى شوط اول 10 من 10 والشوط الثاني 1 من 10. ايه ده التباين الكبير ده؟ ايه ده؟ لا ما ينفعش، فيه في التفاوت كتير قوي ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. وبعدين الحاجات اللي انت كنت مميز بيها الشوط الاول اللي احنا اشدنا بيها التيكي تاكا، لكن لا يمكن ان يكون هذا التراجع كله مبرر التراجع البدني، لا يمكن. هو جزء بس مش نسبة جزء كبيرة. انا والله اشوفها نسبة كبيرة، بس ما هو انا قلت لك يا كابتن رفيق انت اضرب مني، انت خبره واحنا عارفين ما يبقاش فيه 10 من 10 صح، 1 من 10 صح. لا كتير كتير، الكل بيميزك بيه الشوط الاول ما بتعملوش في الشوط الثاني. السهل اللي انت بتلعبه الشورت باص والحاجات اللي التحرك بدون كره ما شفناهاش، ولا كره في العمق ولا كره في اللي ماشي بيه في الشوط الاول تعمل عكسه في الشوط الثاني. ليه؟ ما هو التباين ده واضح، ومعاك الطقس وحش والضغط ودرجه الحراره والظروف، بس لعيب كان بيلعب لي 10 من 10 ينزل 1 و2 من 10. لا ما ينفعش، ومش 2 و3، لا الجميع نزل، الجميع ال8 9، واللي مش جاهزين لهم عذرهم، انما الباقي فين؟ واجي حاجه تانية مهمه قوي، ما ينفعش تدي الخصم هدايا. بنطالب لعيب كبير ولعيب محترف، ايه ضربه الجزاء فيها هديه خطا لا يغتفر. ما يبقاش الجيم متعقرب وصعب وتدي الخصم بتاعك هدايا. المهاجم كان ذكي في اللقطه جدا، بس ذكي. يعني استنى، هو هيجي بظهره، هو هيجي بظهره مش خطوره، هو فانت تبقى هادي ومركز، مش تدي هدايا ضربه جزاء يجي عليك. الفرقه دي انجولا مع احترامي ليها لو ماذا قدمت بعد هدف التعادل؟ كان هناك وقت كافي للتغيير وللعوده